السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين؟ النهاردة هنعمل الزبادي. هنعملها في البيت، طريقتها سهلة جدا وطعمها بيبقى احلى من بره بكتير. وهنعمل مع بعض برضو اللبن الرايب اللي بنحتاجه كتير جدا في المعجنات، وفي ناس بتحب تعمل بيه تدخله في المش او في وصفات الجبن، بيطلع طعمه مميز جدا. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. عشان نعمل الزبادي لازم نبقى محضرين معانا اللبن. بعد ما يتغلي نسيبه يبرد خالص ويبقى زي دمعة العين، ودرجة حرارته فترة جدا. هحط لكل كيلو لبن علبة زبادي كاملة، واضرب الزبادي كويس وانزلها في اللبن، واخلط اللبن كويس كده بالزبادي زي ما انتوا شايفين. ودي الخطوة دي مهمة قوي عشان بتطلع لي قوام الزبادي في الاخر كريمي وناعم جدا. بعد كده هحط القوالب في صينية اللي انا هبتدي اصب فيها الزبادي. ويستحسن ان انا اجيب العلب البلاستيك ديت تشتريها من اي محل بيبيع البلاستيكات، وبقت متوفرة، هتوفر عليكي وقت ومجهود، وهتسهل معاكي ان انت تعملي الزبادي باستمرار في البيت بدون اي تعب. بعد كده هبتدي اقفل الزبادي كويس، واجيب ميه فطره، تكون ميه فطره، وابتدي املى الصينيه لنص العلبه بتاعت الزبادي كده، واغطيها باي حاجه عندي فوطه، واحطها في فرن البوتاجاز. بعد ما اشغله شويه يسخن وابتدي اطفي عليه، واحط فيه صينيه الزبادي لمده 24 ساعه لحد تاني يوم. ودي تقريبا بتبقى زي الحضانه اللي بتتعمل في اي محل لتصنيع الزبادي. هنعمل مع بعض الطريقة التانية وهي لبن الرايب. واهم حاجة في اللبن الرايب ان هو يتعمل في حاجة ستانلس او حاجة فخار، ابعد تماما عن الالومنيوم. اللبن الرايب معايا عكس الزبادي، بيتعمل بلبن ما اتغلاش، يا دوبك بقى انا بجيب اللبن وبيكون بخيره طبعا، وبحطه في الحاجة اللي انا هعمل فيها اللبن الرايب، ولازم ما نحركوش كتير. يعني انا دلوقتي هحط كيلو اللبن وهنغطيه وهنحطه في فرن البوتاجاز بعد ما نكون شغلنا الفرن شوية وقفلناه، ونسيب اللبن الرايب في الحر. بياخد معايا 24 ساعة، وفي الصيف بياخد معايا 48 ساعة، وبيبقى جاهز معايا احلى لبن رايب. بصوا بعد ما بطلعه شكله بيبقى ازاي. انا بحب احضر شاشة كده واصفيه منها علشان يبقى معايا سايل، واقدر احفظه في اي ازازة عندي في التلاجة، وبيقعد معايا فترة. بستخدمه في المعجنات، في اي ادخله في الجبن، وهعملكوا بيه طريقة مش حلوة جدا ان شاء الله. وده بيبقى قوامه وشكله متفرقوش ابدا عن اي لبن رايب بتشتريه من بره، بالعكس بيبقى دسم اكتر وفي منتهى الجمال. هتصفيه كده من الشاشة هينزل معاكي سائل بالطريقة دي. شايفين قوامه وشكله في منتهى الجمال. دلوقتي بقى مع بعض هنشوف الزبادي بعد ما خلصناه. حطيناها في الفرن لمدة 24 ساعة وطلعناها. شايفين بقى شكلها مع بعض ما شاء الله، زي الزبدة وناعمة جدا وجميلة قوي، بجد احلى ما بتشتريها من بره. واللبن الرايب معايا شايفين قوامه وشكله، انا بحب استعمله جدا في اي معجنات، وهعمل لكم بيه فيديو قريب تدخليه ازاي في المش والجبن، بيطلع طعمه حلو جدا. النهارده ده الفيديو معانا طريقتين اسهل من بعض، يا رب تجربوهم وينولوا اعجابكم ان شاء الله. ما ننساش بقى نعمل لايك وشير واشتراك في القناه ومتابعه للصفحه عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم جدا جدا في الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.